جوله جديده، مواضيع سخنه وخناقه روائع مولعه. تفتكر يا جوهري مين اللي هيكسب الجوله دي؟ لا كان بهدوء هيقنع الناس. تمام، بس انا جاي اطلعها غلط. هنشوف. انا جوهري اهلاوي نبدا شويه، وانا عطيه زملكاوي التالتة يمين. ودي صفاره خيانه. جوهري وعطيه مش متفقين، نختلف كوره ونحترم بعض. هنتكلم في اللي شغل الناس، كلام هاوي، كل واحد يقول رايه وبدون مقاطعه. ولو الحوار سخن الصفاره تقدم معاه. يلا بينا على المحلي. مين هيقع الاول؟ الاهلي ان شاء الله. والله عطيه انا ما عارف. طيب بس الاهلي لو ركب الدوري ما بينزلش. ماشي. ان شاء الله نركبه الجوله الجايه. طب انت ايه رايك في الجوله 19 و20؟ انا صراحه يعني اول بدايه الدوري ده انتم مصدرين الدوري بسم الله ما شاء الله. ما كانش عندي شغف نهائي للدوري. انت كانش عندك شغف في الكوره اصلا اول الموسم. دي حقيقه فعلا. الاهلي داخل بتيم المفروض انه شاري لعيبه جامده بارقام كبيره، تمام، ومره واحده الزمالك في نفس الوقت ده بيقع بالتدريج تصاعدي. من ازمه قيد، مفيش نادي في الدنيا اعتقد ان هو يبقى عنده 11 قضيه للقيد او 11 وقف للقيد، مع طبعا مشاكل لعيبه، مشاكل مستحقات، مدرب بيمشي بيجيب مدرب مؤقت مش عارفه ايه. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. انا شايف ان الشغف زاد، ومش للزمالكاويه بس، حتى للاهلاويه. في منافسه ما حصلتش بقالها كتير في الدوري. طب انت كنت متوقع ان الجوله اللي فاتت، احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت ان سيراميكا كان راكب وانت سالتني وانت لك السيراميكا ممكن يبقى نفسه سهل، انت كنت متوقع ان يحصل ان يعني كنت متوقع ان بيراميدز والاهلي والزمالك الثلاثه يكسبوا فيفضل الاهلي مثلا تحتهم؟ انا عايز الصراحه كان نفسي حد يتعصب. نفسك سواء بيراميدز او الزمالك. ماشي، الفرصه جالك الجوله الجايه. اكيد. توقعاتك ايه الجوله الجايه؟ اتوقع ان الاهلي هيكسب زد، سيراميكا هتقابل وادي دجله، وانا شايف ان سيراميكا مش هتطلع تاني خلاص. يعني انا شايف ان سيراميكا خلاص خرجت من المنافسه. الموضوع ما بين الزمالك والاهلي وبيراميدز. اتوقع ان الاهلي هيكسب زد بسهوله، مش بسهوله اللي هي مثلا في سكور كده، بس الماتش بالنسبه له هيعرف يعدي. ماتش الزمالك وبيراميدز عامل بالنسبه لي، اتمنى طبعا ان احنا نكسب بيراميدز، بس انا صراحه متوقع ان احنا نلعب معاهم، بس اتمنى ان احنا نكسبهم. وانت ايه توقعاتك؟ بص الاهلي مش مطمن، يعني احنا جبنا جون بحاله فرديه من بن عمري. ماشي، بس اتوقع ماتش سهل يعني، مش يعني ممكن تكسب. بص لو كسبنا هيبقى حماس. انا مش بنلعب حلو في الدوري. طيب توقعك ايه الماتش؟ توقعين لو كسبنا هنكسب بشق الانفس. بس انت تتوقع ان انت هتكسب ان شاء الله؟ زمالك وبيراميدز نفسي تعادلوا، بس اتوقع انه تكسب. اتمنى. يلا بينا ننتهي على الفقره اللي جايه. يلا بينا. معانا فقره جديده الجوله دي اعتقد. ايه هي؟ قديم وجديد في 30 سنه. ايه فقره قديم وجديد في 30 ثانيه؟ عايزك تشرح للناس. بص هتسالني سؤال تمام عن الاهلي قديم، وانا مطالب ان انا اجاوب في 30 ثانيه، وهتسالني سؤال عن الاهلي جديد وانا مطالب ان انا اجاوب في 30 ثانيه، وانت نفس الكلام برضه. يلا هسالك اسئله وهتجاوب في 30 ثانيه. يلا بينا. جاهز؟ هبدا. يلا بينا نبدا اسئله. يلا بينا. هسالك دلوقتي سؤال قديم عن الاهلي. ايه اكتر دوري، بما انك شايف ان الاهلي هياخد الدوري ده، ايه اكتر دوري قديم شايف انه يشبه الدوري ده في ان الاهلي فاز بيه؟ يعني دوري فاز بيه الاهلي قبل كده ان شاء الله نفوز بيه. ان شاء الله نفوز بيه. الدوري ده اكتر دوري بيشبهني بيه 2008 2009. اشمعنى؟ كنا متعثرين مع الاسماعيلي ماتش بماتش، والاهلي ما كانش اصلا مركز ماتش فيصل. ايوه بالظبط كده. رحنا ماتش فيصل، لعبنا نهائي معاهم، كنا متعادلين في النقط، وكان ساعتها طبعا كان الزمالك كان بره المنافسه خالص. القواعد كانت مختلفه. كان اللي بي يعني بنفس النقط بيلعبوا ماتش فيصل، ما فيش حاجه اسمها درجات مباشره ولا ده. تمام. لعبنا مع الاسماعيلي. انا فاكر الجون كويس قوي اللي في الاول. لا جilberto بيرفع عرضيه من ضربه ثابته بطريقه جابها بلافيو تاك، المدافعين بتاع اسبانيا كلهم سائلين، وركبنا الماتش الحمد لله عدى. حاسس ان المره دي ان شاء الله هنعمل نفس الكلام. دلوقتي وقت سؤالي. يلا بينا. هسالك بقى السؤال القديم. الزمالك بقى تاريخيا انت شايف الفتره اللي بيمروا فيها، خاصه ان انت 11 قضيه وتعثرات ووقف القيد ومشاكل كتير، تاريخيا بقى انتوا قضيتوا فتره زي الفتره دي قبل كده؟ ما بعدتش يا جيمي. بص اقول لك على حاجه. جمهور الزمالك، ودي حاجه انا متاكد منها، ان معظم جمهور الزمالك ان ما كانش كلهم هو عايش الحاله دي لانه بحب وشغف، وعاشها قبل كده بدل المره 10 مرات. مش شرط يبقى نفس السيناريو ان انا عندي وقف قيد كتير، لا، بس احنا عندنا سيناريوهات اصعب من دي كتير. عندنا سيناريوهات ان مفيش دعم مادي كتير جدا. انت دلوقتي اللعيبه دلوقتي في لعيبه كتير بتلعب مش هتقدر تستحق. الموضوع ده بتاع الزمالك كتير قوي، بدليل ان الزمالك بقى ناصر منسي، كان ناصر ماهر سوري ودونجا
وقدر منه يعمل ريفريش شويه في الفلوس. عند اكلوا اللعيبه. فاحنا عندنا ازمات فعلا اصعب من دي بكتير. فازمات عدت علينا كتير على الزمالك بحاجات شبه كده، واتوقع ان احنا هروح لبعيد. انا مش قادر اتوقع بنسبه كام. يا رب دايما يا زمان. طيب هسألك دلوقتي السؤال الجديد اللي بالنسبه لتيم الاهلي حاليا. انا جاهز. ماشي، هسألك السؤال مركب شويه. ايه رأيك اولا في كاموتش المهاجم بتاعه الحالي؟ كاموتش. وايه الحاجه الثانيه؟ هل انت شايف ان بيع جراديشار في مقابل ان انت تجيب كاموتش على 6 شهور دي كانت حاجه صح ولا كان قرار غلط؟ بص، احنا ما بنعملش جراديشار، احنا يعني طلعناه عام، وده من الحاجات مشيته. مشيته 6 شهور، وجبت مكان واحد 6 شهور عشان اجربه. بص، هو مش ممشى، خصوصا انه جاي 6 شهور، فانا اصلا كده مش هستحمل، هو كويس عليه 6 شهور. في كلام كتير سمعوا الفتره دي ان اداره الاهلي هتمشيه. بص، هو راجل بمعنى صح الاستغناء عنه هيبدع بقى وخلاص. هو مش مباشر بكل حاجه، لا مع مجانيته في الكوره ولا جسمه ولا لمسته، هو مش مباشر بكل حاجه. يعني ما جالناش غير اسامه ابو علي من فتره، نفسي اشوف الاهلي مع 7 سنين. فعارف التفاؤل ده اللي هو نفسي لما يجي حد يبقى حلو، فانا طب بمناسبه المهاجم محمد شيبي كانت صفقه صح والاهلي جابه مين؟ من رايك؟ دكه يعني. لا جايبه دكه، مش جابه عشان الزمالك ما ياكلش؟ لا جايبه دكه. هو ما كانش شبه الزمالك، مش بتلاقي كل حاجه صح؟ لا ما كانش. لا بتاعتنا احنا جامدين جدا. يلا دلوقتي دول اسالك يلا بينا. ايه رايك بقى في تصريح حازم امام من كام يوم ده؟ اللي هو لما قال انا لو ما كنتش مع عائله امام كنت لاعب. قالها صريحه، قال لك لو مش ابويا حماده امام انا اتمنى ان انا العب في ده كلاعب كوره. هو قالها صريحه ولا كان رد على سؤال من حسام غالي؟ هو كان في وسط يعني هو الحوار. وقت لعبت له حسام غالي انا عايز. لا كان في وسط الحوار لما كان بيتكلم مع الاهلي وان اللعيبه تروح الاهلي الكلام ده كله. انا قال له انا كزملكاوي لو مش ابويا حماده امام انا اتمنى ان انا العب في الاهلي. طيب انا بشوف حازم امام ايكون طبعا نادي الزمالك، بس هو واحد انا بحبه بيور جدا. قبل كده اتفرجت على ليه في انترفيو كانوا بيتسال سؤال، يعني كان كل الناس بتقول لي طب ما تجرب، خصوصا الفتره دي الزمالك ما كانش بيقدر يلعب. من ضمنها مثلا كان زوجته قالت له حازم طب ما تروح الاهلي اللي هناك في استقرار، هناك في راحه، هتعرف تبقى مريحيه اكتر. وسط السمين مش كمان لو لعيب تتمنى تروح الاهلي؟ لا بس حازم امام عشان انا شايف ان هو بيقول زي مثلا ما يطلع لعيب كبير في نادي الزمالك يقول لك النادي الاهلي ده مؤسسه كبيره وانا بحترم النادي الاهلي. اعتقد ان كلام حازم امام كان رايح في السياق ده، مش فكره ان انا كنت راجل اهلاوي وعايز العب. في الفقره الجدليه. قول لي. يلا بينا السبونسر بتاعنا كله. يلا بينا. حلقتنا برعايه بريليانت ريل استيت استشاري عقار. اسكت يا عم جوهر، السبونسر بتاعنا زعلان من الحلقه اللي فاتت. عرفت ان هو زعل مننا، زعل من كلمه على التلميذ. عارف ليه؟ ليه؟ عشان هم عندهم بيخدموا كل الفئات اللي موجوده، سواء بادجت قليل او كبير. انت معاك فلوس او حاجه قليله، حاجه كبيره، حاجه متوسطه، يقدروا يفيدوك ويوجهوك صح. تمام، انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان هم عندهم فرص تناسب كل الفئات. امشي وراهم، خد راي متخصص بدل ما تمشي ورا كلام كتير قوي وفي الاخر تبص. حلو، اللينك في الديسكربشن ورقم التواصل. بريليانت ريل استيت، قرارك محسوب صح. يلا بينا على الفقره كده. يلا بينا. زي ما حاولت تزنوني الجوله اللي فاتت، انا كمان هصنع الجوله دي. نشوف. كل شويه عمالين تقولوا مظلومين ومؤامره وعمالين تشتغلوا نفسكم بالكلام. انا دي قرن حقيقي، انا دي قرن حقيقي، ويطلع كل الاعلاميين الزملكاويه ورؤساء مجلس الاداره السابقين احنا نادي القرن الحقيقي. بأمارة ايه؟ ماشي، رد قاطع بالنسبه لي. انا مقتنع الزمالك نادي القرن. الاهلي ما يستحقهاش، الاهلي ما يستحقهاش. انا قناعاتي وقناعات كل الزملكاويه الزمالك كان يستحق لقب القرن. قاطع وما فيهاش اي كلام. ليه؟ بطولاتنا كانت اكبر من بطولات الاهلي، كان في بطولات ما اتحسبتش زي الافرو الاسيويه واتحسبت للاهلي. الاتحاد الافريقي حسبها بعد كده الاهلي البطولات الافرو الاسيويه، ما حسبهاش وقت نادي القرن، ما اداش عليها اي نقط، وادى بعد كده عليها نقط علشان وقت ما كان عايز الاهلي يخش في السباق بتاع اكتر نادي في العالم حقق بطولات قاريه. فالكلمه من كلمه هنا ما كانش مظبوط. بص خليني اقول لك، لو عايز اقول لك رايي بالنسبه للموضوع، انا شايف الصراحه النتائج مش بالكم. يعني انتوا خدتوا 9 بطولات فعلا، منهم اصلا بطولتين انتوا رحتوا مكاننا تلعبوا فيهم والاهلي نزل عنهم. لو انت عشان رحنا مكان كل يديكم الموضوع انا ما رضيتش اروح، فانت رحت مكان. انت ما رضيتش تروح او انا رحت مكان. مش دي القصه، بس هي انا خدت انت عايز تساوي بطوله افريقيا كاس الكؤوس زي بطوله الدوري الافريقي. انت خلي 9، انت تشوف العدد بتاعهم ايه، هتلاقي متوزع عليهم كلهم. الكم مش هو الكيف. انا عندي عدد بطولات قاريه كعدد. خليني اقول بس الصفاره تعدي تعدي وبوب شاي.
خلينا نسيب الجمهور مساحه يردوا علينا، هم شايفين الزمالك نادي القرن الحقيقي ولا الاهلي نادي القرن الحقيقي؟ تمام، قولوا لنا في الكومنتات الزمالك نادي القرن الحقيقي ولا الاهلي هو اللي يستحقها؟ وطبعا الاهلاويه هتقول الاهلي يستحقها. لا انت ما بتقولش كده، مش فاهم لا على راسي من فوق، بس انا زي ما قلت لك ازاي ما تعملوا نفسكم مش فارق معانا. لا اطلاقا والله. يلا بينا نختم الحلقه. يلا بينا. تفتكر في جولات جايه؟ كتير. هتجيب كوبايه شاي معاك عطيه؟ اكيد، وانت ما تنساش السفاره. مش هنساه. سلام.